يا صديقي العزيز، بهذا الفيديو راح تاخذ معلومات ما أحد تكلم عنها من قبل. بعام 2004 فريق من خبراء الأرض من اليابان طلعوا على المملكة العربية السعودية وقرروا أنهم يبحثون بهاي الكثبان الرملية اللي حاليا أنت شاهد هذه الصور على الشاشة. الغريب بالموضوع وبهذا البحث، طبعا فريق كبير جدا من خبراء الأرض من أهل المملكة العربية السعودية أيضا شاركوا بهذا البحث العلمي. اكتشف الخبراء اليابانيين ووجدوا هياكل عظمية تعود هذه الهياكل إلى حيوانات بحرية داخل هذه الكثبان الرملية. طبعا البحث استمر لأكثر من عام بالربع الخالي في السعودية، فوجدوا أشياء غريبة وعظام. بعد تحليلها طبعا اكتشفوا أن هذه العظام هي تعود إلى كائنات حية سابقا كانت تعيش بهذه الكثبان الرملية، ولكن هذه الكثبان الرملية أي سابقا كانت مياه عذبة أو مياه هي بحر أو هي مياه عذبة، والعلم عند الله. فهذا إذا دل على صدق حديث نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام حينما قال أو كما قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أي حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، أي قد كانت سابقا والعلم عند الله من آلاف السنين أو من مئات آلاف السنين كانت مروجا وأنهارا. وحاليا بالسنوات القليلة الماضية تقريبا من 6 سنوات أو 5 سنوات من 2020 أو 19 صرنا نشاهد هطول أمطار غزيرة جدا وكثيفة جدا على الجزيرة العربية وبالذات على المملكة العربية السعودية، ما أدى إلى جريان وديان بالمملكة العربية السعودية لم تجري هذه الوديان منذ أكثر من 600 عام. أحد الوديان بالمملكة العربية السعودية جرى تقريبا بعام 2022 أعتقد أو 23 على ما أعتقد، فهذا الوادي لم تجري به مياه منذ تقريبا ما يقارب 600 سنة. فسبحان الله العظيم، لا تقوم الساعة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. وطبعا ذكرنا أنه الفريق الياباني علماء الأرض اليابانيين وجدوا هياكل عظمية تعود هذه الهياكل العظمية إلى كائنات بحرية أو كائنات مائية، أي كانت سابقا جزيرة العرب مروجا وأنهارا. فسبحان الله العظيم. وحاليا نشاهد هطول أمطار غزيرة جدا وأيضا ثلوج، ما كانت هي الثلوج تهطل أو تنزل على المملكة العربية السعودية أو على أجزاء من المملكة العربية السعودية من مئات السنين. وشاهدتم طبعا بالفيديوهات اللي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي أنه بمناطق بالفعل يعني صار سماكة الثلج بهاي المناطق بالسعودية ما يقارب أكثر من متر. فسبحان الله العظيم. هذه الكثبان الرملية اللي نشاهدها على الشاشة هي سابقا كانت تغمرها المياه، والعلم عند الله كما أنبأ نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام قال أو كما قال: لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا. أيضا هناك دراسة حديثة جدا بعام 2018 أنه هناك بعام 2035 سيكون هناك تغير بالمناخ مثل ما شاهدنا بالسنوات القليلة الماضية. بعض من الدول الأوروبية صارت تعاني من الجفاف، وهناك أنهر وبحيرات بفرنسا وألمانيا والدول الأوروبية جفت تقريبا وظهرت منها أحجار الجوع، وهذه أحجار الجوع لم تظهر على الأوروبيين مما يقارب أكثر من 750 عام. إن شاء الله هذا الفيديو يكون أعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.